السلام عليكم كبيدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. فيديو بغني بطاقه ايجابيه البنات. غادي نصايبوا واحد العجينه سبيسيال ديال هاد المخيمرات اللي كنعمروهم البنات، كيجيو لذاذ وهشاش بطريقه سهله بدون دلك بدون مجهود ودغيا كيوجدوا. ولا بغيتو تحتفظوا بهم حتى في الثلاجه راه كيبقى واحد المده اللي هي طويله. وغادي نشارك معكم حتى العماره اللي كتجي فريش، كتجي هكا منعشه. خليكم مع تتمه الفيديو، ما تبخلوش بلي لايك وبلي كومونتير. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه المكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا جوج زلافات ديال الدقيق الابيض وزلافه تكون ما عامراش ديال الفينو. دائما البنات هكا المخامر نغلبوا عليهم الدقيق الابيض، ضروري اما نغربلوهم باش كيجيو هكا تجي العجينه تجي رطبه وكتجي هكا مدايره. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. هذه هنا راه غير معلقه صغيره اللي خدمت بها، ضروري نديرو معلقه كبيره البنات وتكون عامره. وعندي هنا الملحه على حسب الذوق، وواحد شويه ديال السكر يعني واحد المعلقه صغيره، والماء يكون دافي. وغادي ندوزو باش نجمعوا العجينه ديالنا. انا دائما البنات كنخلي هاد العجينه ديال المخامر كنديرها خفيفه كما كتشوفوا، كتجي خفيفه وراه ما كندلكهاش، غير كنجمعها وكنرخفها شويه صافي وكنغطيها. غادي نخليها واحد 15 دقيقه وغادي نرجع باش نشكلوها. غطيتها هنا البنات وخليتها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها. وغادي ندوز هنا كما كتشوفوا، غادي نسرح العجينه. انا درت هنايا طبله كبيره باش غادي ندير العجينه كامله، غنسرحها تسريحه وحده. وغادي ندهن الطابله ديالي بالدقيق الابيض باش كتجي العجينه خفيفه، وحتى في الطياب ما كتحرقش لينا المقله ديالنا. ما كنقرصوش بالفينو ولا بالدقيق القمح باش المقله ما كتبقاش تعطي ديك الريحه ديال الحراق. وعندنا هنايا هاد السمك هذا اللي احتاجيت انا هنا، هاد القرص. والعجينه كنخليوها واحد شويه ما كنرقوهاش بزاف. وغادي ندوز هنا باش نطراسي المخيمرات ديالي كما كتشوفوا. دائما كنديروا القياس اللي بغينا البنات، يعني العبار اللي غادي نحتاجو. هادو كيجيو شكيلات ديالهم زوينين. هاد ميني بطبوط تا هو كيجي زوين، هاد الصغيور كيجي لذيذ، وحتى في الشوفه كيجي زوين. كما كتشوفوا هادو هما المخيمرات كيجيو على هاد الطريقه هادي. غادي نستمر هنا العجينه كامله وراه تيخرج واحد العدد اللي هو كبير. حاول هكا نطراسيهم بهذه الطريقه، ومره مره ندهن هكا اللي كنطراسي بها ندهنها بالدقيق باش ما تشدش ليا العجينه. وهذا هو العبار اللي كيجيني، شتي خاصهم يجيو على هاد الرق هذا. وغادي نخليهم البنات بما خمروا واحد شويه، واحد 15 دقيقه، يعني ما يخمروش بزاف. وغادي ناخذ هنا المقله ديالي ثقيله وغادي نسخنها مزيان، تكون سخونه باش دغيا نبدا نطيبهم. من بعد ما سخنت ليا المقله غادي ندهنها بشويه الزيت باش كيجي داك اللون ديالهم ذهبي وكيجيو هكا اللوين ديالهم زوين. وغادي ندوز نبدا نطيب فيهم. كياخذوش واحد الوقت كبير في الطياب البنات، راه واخا كنديرهم هكا صغيورين يعني راه كنسربيوهم في الطياب المقله كتهز لينا شحال من وحده. يعني راه شفتوا كما كتشوفوا هما غيبداو يتنفخوا، صافي نعاود ندهن ليهم
الوجه ديالهم تاني بشويه الزيت ونقلبهم. دائما كنحاول نبدا بالاولين ونبقى ندورهم هكا ملي نقلبهم باش يتحمروا من الوجه ديالهم كامل. شوفوا كيفاش كيجيو الشكل ديالهم زوينين ودغيا كيطيبوا. من بعد ما كملتهم في الطياب، هادو هما المخامر البنات. شوفوا كيفاش كيجيو هشاش. انا هنا راه ما باقيين سخان، شفتوا كيجيو محلولين حتى من الداخل. كيجي الشكل ديالهم زوين، كتعمروهم باي حشوه بغيتي. انا هنا عمرته بواحد الحشوه فريش اللي كنسلق فيها البيض وكنحكو وكندير كنزيد الجزر حتى هو كنحكو البنات، والخس والمايز. هادشي كله كنجمعو بواحد الطانون مسوس وشويه الملحه وشويه الخل وشويه البزار. كتجي هاد والخس البنات، وكندير واحد الطريف ديال الفرماج هكا للتزيين في القنت، وكيجي واحد البنه فيهم رائعه البنات. الا كنتو مهتمين حتى بالحشوه حتى هي نديرها معكم مره اخرى ان شاء الله. وهادو هما المخامر البنات. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تبخلوش بلي لايك وبلي كومونتير ولهلا خطيكم البنات. الى فيديو قادم ان شاء الله.